مصر ناقص لها عشان تتأهل لكأس العالم. مصر ناقص لها 3 فرص عشان تتأهل لكأس العالم. يعني ايه؟ يعني 3 سيناريوهات قادرة ان هي مصر بقى تتأهل كأس العالم. أول حاجة ان مصر تكسب بوركينا فاسو الماتش اللي جاي، تكسب بأي نتيجة تتأهل لكأس العالم رسمي. خلاص نكسب الماتش الجاي. خلي بالك الماتش الجاي صعب جدا على أرضهم، وأول مرة يلعبوا على أرضهم من سنين. طول التصفيات بيلعبوا في المغرب، لسه أول ماتش ليهم يلعبوا على أرضهم. بس الماتش ده وشه حلو يعني، رحنا خدنا بيه كاس مش عارف افريقيا سنه 1900 وكام. فيعني شكله بتاع ملعب بتاع 5 اغسطس ده شكله ايه حلو كده على ايه، على مصر. فان شاء الله نقدر نتاهل من هناك. هتقول لي حسام حسن يلعب نفس التشكيله؟ لا مش هيلعب نفس التشكيله خالص. بس الاول نشوف السيناريوهات. يبقى السيناريو الاول قلنا ايه؟ ان مصر تكسب الماتش الجاي باي نتيجه تتاهل رسمي. تمام. الثانيه ايه؟ السيناريو الثاني ان مصر تتعادل مع بوركينا فاسو. يعني ايه؟ يعني تتعادل الماتش الجاي فيبقى نفس 5 نقاط الفرق. فيبقى هنستنى للجوله اللي هتتلعب في الشهر الجاي، والجوله اللي هتتلعب في الشهر الجاي نكسب او نتعادل نتاهل رسمي خلاص. لان لو كسبنا خلاص احنا عدينا النقط. طب لو تعادلنا في الماتشين، يعني تخيل في الماتشين جبنا نقطه بس، برضه نتاهل. ليه؟ لان احنا على ارضنا كاسبين بوركينا فاسو 2-1، وعلى ارضهم هنكون متعادلين، فبالتالي هنقدر نتاهل رسمي. لان في حاله تساوي النقاط بيرجعوا لايه؟ للمواجهات المباشره. فبالتالي مصر تتاهل. لو يبقى السيناريو الثاني مصر تتعادل مع بوركينا فاسو هنا، وهتحتاج بس نقطه من الماتشين الجايين. طب السيناريو الثالث، واتمنى ان هو ما يحصلش، ان احنا نخسر من بوركينا فاسو لا قدر الله. ساعتها دي هتبقى مشكله مش كبيره قوي، بس مشكله ومشكله وحشه. هيبقى بص، هتلاقي في حد بيزاد البراق. فرق النقاط اللي كان 5 نقط هيبقى نقطتين بس. فرق النقاط اللي كان 5 نقط بقى نقطتين بس، ودي هتبقى مشكله كبيره. هتنك تلعب على اعصابك الماتش الجاي، هتحتاج تكسب الماتشين الجايين عشان تتاهل رسمي. طب لا قدر الله بقى مكسب تعادل برضه تتاهل، مكسب تعادل لا ما تتاهلش. نرجع بقى نشوف احنا خسرنا كام واحنا كسبنا كام، والموضوع هيخش في حسبة بيرما اللي احنا متعودين عليها كل سنه. ويبقى عيبها في حقنا لو في شكل التصفيات الجديد ده، اللي هو اصلا اقوى منتخب معانا في المجموعه بوركينا فاسو، اللي هم اصلا اوريدي اللي هم اصلا واخدين 2 لاعبين من عندنا من الدوري المصري، ولاعيبتهم بتلعب في انديه كويسه. فانا فاهم، بس مش بنقابل المغرب، يعني مش بنقابل السنغال، مش بنقابل الكاميرون، فاهم؟ فيعني لازم نراعي نقطه زي دي جدا في شكل التصفيات دي. احنا لو ما تاهلناش من الماتش الجاي ودخلنا في حزب بيرما، يبقى احنا كده بنهزر، والله بنهزر. لما يكون معاك جناح ليفربول وجناح السيتي وفي وسطهم اسامه بتاع البنك الاهلي، فيعني انت عايز ايه تاني من الدنيا؟ البنك في النص والاثنين جناحات اوروبا. عيبها في حقنا لو احنا ما قدرناش نتاهل من هناك. هتقول لي ملعب صعب والرطوبه صعبه ومش عارف ايه وبتاع، هقول لك معاك في كل الكلام ده، بس انت ده طبيعي. منتخب مصر على طول وبيلعب افريقيا وبيلعب الحاجات دي كلها والبطولات دي كلها، وبيوصل لنهائيات. وهي كانت الرطوبه اعلى، معروفه ان افريقيا رطوبتها اعلى، اجواءهم مش مستقره، على طول شويه برق شويه رعد شويه مطره شويه رطوبه، تلاقي الدنيا بتمطر بس الجو حر عادي خالص. افريقيا احنا في ماما افريقيا فيها كل حاجه. طب واحد هيقول لي طب ايه الدنيا معاك؟ انا توقعي ان احنا ان شاء الله نكسب الماتش الجاي. توقعي بيقول ان شاء الله نكسب الماتش الجاي، لان عيب الفرقه دي انا متوقع ان كابتن حسام حسن مش هيلعب بالتشكيله اللي لعب بيها الماتش الاولاني. السوبر دي يعني لو معاها ب 2 جنيه كوره كانت عملت علينا بكذا هجمه خلصت علينا. انت فاهم؟ لو يعدوا الضغط العكسي، لو عدوه كان بيبقى 2 على 2 و3 على 2 وارقام كده. فلازم نخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا. والكره اللي شالها الشناوي من ضربه ركنيه، لازم نخلي بالنا النقط دي مهمه جدا، ولازم نحط في الحسبان بوركينا فاسو منتخب مش سهل. نركز تركيز شديد جدا ان احنا على الاقل لو مش هنكسب هناك ما نخسرش. التعادل كويس، بس انت عيب لازم يكون تفكيرك الاول انك تكسب. وتوقعي ان هو هيلعب بتشكيله مختلفه. هيلعب بقى ايه؟ ب4 و2 ارتكاز، مش هيلعب بقى بالهرجله اللي كان فيها. تمام. بس مش عارف الصراحه هل قاعد زيزو ولا قاعد تريزيجيه. لازم حد فيهم يقعد لازما، لان لازم هينزل مهند لاشين جنب او مروان عطيه. بس مروان عطيه مستبعد شويه لان لسه جاي من اصابه الفتاء فتره طويله، فما اعتقدش ان هو يلعب بيه، يعني هيخاطر بيه يعني بالعقل والمنطق ما يحصلش يعني. بس ممكن هو يعني اي حاجه وارده. يعني بنلعب اسامه فيصل مهاجم باك اهلي قاعدين مهاجم نانت معدين على الدكه عادي يعني. بنلعب مش عارف واحد اسمه خالد صبحي وحسام عبد الجليل بيلعب في الزمالك قاعد على الدكه، فعادي يعني ممكن اي حاجه تحصل. لو انا عايز رايك انت في الكومنتات بتاعك. في الكومنتات شايف ان فرص منتخب مصر احنا خلاص صعدنا
بنسبه قد ايه لكاس العالم، وشايف ماتش بوركينا فاسو عامل ازاي. وان شاء الله استنوا الفيديو الجاي ان شاء الله نتكلم عن كل حاجه عن بوركينا فاسو وازاي مصر تقدر تقابلها بعد ما هم كسبوا جيبوتي 6-0. اكتب تحت في الكومنت توقعاتك للتشكيل ايه. سلام.